هاتي بقى حله كده وتعالي بقى انزلي فيها بشويه من الزيت سخنين، ويلا بقى نعمل احلى وصفه لاحلى طبق كشري النهارده. هاتي بقى بصلتين قطعيهم حلقات وعفريهم بشويه من الدقيق والنشا والملح، وانزلي بقى فيهم بالزيت كده وحمري احلى تقليه لاحلى طبق كشري. بعد ما التقليه بتاعتي تتحمر اكون عملت ايه بقى، سلقت بقى شويه من المكرونه كده في ميه وملح. عملت بقى مكرونه كده مشكله سباكيتي وصغيره، اسلقها كده ومعطلش نفسي، اعمل كله في وقت واحد كده، اولع على العين دي ودي ودي عشان الاكله متاخدش مني وقت واحس ان هي صعبه عليا. طول ما انا بعمل الحاجه على طول بسرعه وفي نفس الوقت عيني هنا وهنا وهنا، خلاص انا مش هحس بتعب وانا واقفه. عقبال بقى ما التقليه بتاعتي تتحمر تكون خلصت خلاص وخلصت التقليه، الزيت بتاعها ده انا هستعمله لكل حاجه، للرز والعدس والشعريه وكمان للصلصه. اول حاجه بقى هنا انا مقطعه بصلايه صغيره، هحمرها بقى تحميره حلوه كده تاخد لون ذهبي، وبعد كده هنزل بالشعريه بتاعتي، احمر الشعريه بتاعتي. واول حاجه اول ما ببدا ان انا اعمل الكشري لازم العدس بتاعي اكون نقعاه في ميه مغليه علشان يستوي. الصلصه بقى هنا حطيت حته توم عقبال ما اتحمرت طشيتها بشويه خل، وانزل على طول بالصلصه بتاعتي، نسيبها بقى تتسبك. وعقبال ما نعمل ايه بقيه الوصفه بتاعه الرز والعدس، حمرنا اهو الشعريه وحمرنا البصلايه، هنزل بقى بحبه الرز اللي انا غسلاهم، واقلب بقى الرز مع الشعريه مع العدس وايه واشوحهم كده الاول مع بعض، وبعد كده انزل من الميه بتاعتي. شايفين العدس انا نقعته بس، انا ولا سلقته ولا اي حاجه، وبنعمل كله في حله واحده علشان ما نحسش بايه بكركبه كتير حوالينا ولا ان الموضوع كبير، لا كله كده في حله واحده. وانزل بقى بالميه بتاعتي والتوابل بتاعتي بتاعت الرز والعدس دوت، هنحط حبه من الملح وحبه من الكمون وحبه من الكزبره. تمام. وخلاص نغطي عليه بقى لحد ما الرز بتاعنا يغلي، واول ما يبدأ يتشرب هوطي عليه، ونبدأ بقى نكمل بقية ايه الوصفة بتاعتنا. نرجع بقى نشوف الصلصة بتاعتنا وصلت لي فين. حطيت بقى الصلصة بتاعتي زي ما احنا قلنا، حمرت التومية وطشيتها بالخل ونزلنا بالصلصة، نحط حبة كمون وكزبرة وملح وحبة من السكر علشان ايه الحموضة. تمام. هوطي بقى عليها خالص كده تتسبك وايه، وقبل ما تتسبك الصلصه نعمل بقى الحاجات الحلوه اللي بتاعت الكشري بقى المعروفه دي بقى، الدقه والشطه. ننزل بقى بحبه معلقه من الثوم على حبه من الخل وحبه من الميه، وانا كنت هنا مقطعه قرن فلفل اخضر وسبتهم يغلوا شويه على النار. الشطه بقى جبت حبه من الزيت، حمرت الشطه كده، اول ما ريحتها تبدا هنطشها بقى بحبه من الخل، وننزل بعد كده بكبشة من الصلصة اللي احنا ايه بنسبكها للكشري. تمام. خلاص كده هي كده الشطة خلصت، والدقة بتاعتي زي ما احنا قلنا وصفتها. ما ننساش طبعا ان احنا نحط على الدقة برضو ايه نص ليمونة كده. كده كانت خلاص وصفتنا خلصت، والكشري بتاعنا كان جاهز، والشطة بس يدوب تاخد غلوة كده وايه ونشيلها خلاص. نبدأ بقى نشوف الكشري بتاعنا بقى هنغرفه. كان خلاص الرز استوى والمكرونة استلقت، والرز كان طالع مفلفل وجميل، ولا لازق في الحلة ولا اي حاجة، ولا عجن مني ولا اي حاجة. احلى كشري في البيت تعمليه وبطريقة سهلة وبسيطة ومش هتاخد منك وقت. نغرف بقى الكشري بتاعنا كده ونشوف شكل الطبقان بقى، والتقلية كانت اتحمرت زي ما انتوا شايفين اهو. وعملت كمان شوية سلطة طماطم كده جنبيها، ودي الدقة بتاعتنا اهي والشطة، وبألف هنا وشفا. جربوا بقى الطريقة ديت، وما تنسونيش بالشير واللايك والاشتراك، وهتوحشوني قوي قبل ما اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة وباي باي. طبق كشري من ايديك الحلوين. يا راجل انت تقدر عليه دلوقتي؟ ما اقدرش ليه؟ الله، انت فاكراني عجزت ولا ايه؟ انا لسه بصحتي والحمد لله. اعمليه انت بس وكتري الدقه. ما تنسيش العدس ما تسويهوش على الاخر، والرز بعد ما تنزليه من على النار تهويه شويه. لسه الا فاكر يا فاطمه، ده ألذ طبق كشري كلته في حياتي.